لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم حضورا كريما وضيوفا أعزاء كراما على مصر وعلى الأزهر الشريف. وإنه ليوم سعيد مبارك أن نستقبلكم هنا في هذا الصرح الشامخ العريق من صروح العلم والفكر والثقافة الإنسانية العالمية. نستقبلكم في رحاب الأزهر الشريف، المعهد العريق الخالد على وجه الزمن، والذي مضى عليه اليوم أكثر من 1050 عاما من عمر التاريخ، وهو يطلع بمهمة نشر العلم النافع والمعرفة المنضبطة بقواعد الوحي الإلهي والعقل السديد الراشد، ويقوم على حراسة الإسلام وما يشعه هذا الدين الحنيف على الإنسانية جمعاء من هدي ورحمة وخير وسلام. وإن الأزهر الشريف الذي يستقبلكم اليوم أيها السادة ليسره كل السرور ويسعده غاية السعادة أن يجتمع رموزه وكبار علمائه وأساتذته لتكريم رجل من رجالات العرب القلائل المعدودين، ومعلم شامخ من معالم التاريخ العربي الحديث، وقائد حكيم مخضرم مستوعب للمخاطر التي تحدق بأمته في الداخل والخارج، ومتيقظ للمؤامرات التي تدبر لها بليل من قوى البغي والشر. ذلكم هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الذي لا يتسع الوقت الآن لسرد ما قدمه جلالته من خدمات عظمى للإنسانية جمعاء دون أي تفرقة ودون مراعاة لأي اعتبارات دينية أو طائفية أو مذهبية، وفي شتى مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان. ونخص منها بالذكر والتقدير جهوده المتواصلة في التصدي للإرهاب الأسود الذي ابتليت به هذه الأمة، بل ابتلي به العالم بأسره. هذا الإرهاب الذي لا يخجل أربابه من ممارسة الذبح والقتل وقطع الرقاب وبث الرعب والخوف والتخلص من الآخرين وإبادتهم في وحشية لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل. ومن المؤلم أن ترتكب هذه الجرائم اللا إنسانية تحت دعاوى الخلافة وإعادة الدولة الإسلامية وباسم الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين السلام بين العالمين أجمعين، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، إنسانهم وحيوانهم، نباتهم وجمادهم. بل من المحزن غاية الحزن أن هؤلاء المجرمين استطاعوا أن يصدروا للعالم صورة شوهاء مفزعة عن الإسلام والمسلمين، حتى قرأنا فيما نقرأ أن من بين أسباب انتشار الإلحاد المعاصر واندلاع الحقد الغربي الصهيوني الجديد ضد الإسلام والمسلمين هذه المناظر المرعبة التي تبث باسم الإسلام، وهذه العمليات الوحشية اللا أخلاقية التي تنفذ مع صيحات التكبير والتهليل. ولو أن أعداء المسلمين اجتمعوا جميعا ثم راحوا يستنفذون كل طاقاتهم لمكيدة الإسلام ما بلغوا معشار ما بلغته هذه الجماعات الإرهابية
في كيدها للإسلام والمسلمين وتشويه صورتهم في مرآة الفكر الغربي المعاصر. وإننا لا نشك لحظة في أن هذه الجماعات الأصولية الإرهابية ومن وراءها أيا كان اسمها أو مسماها أو اللافتة التي يرفعونها، كل هؤلاء إنما هم صنائع استعمارية جديدة تعمل في خدمة الصهيونية العالمية في نسختها الحديثة وخطتها لتدمير الشرق وتمزيق المنطقة العربية. وشاهدنا على ذلك هذا التلكؤ وهذا التثاقل الغربي الأمريكي في التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية، وذلك بالمقارنة بالهجوم الغربي مثلا وانقضاضه على دولة العراق عام 2003 وتفكيك الجيش العراقي وتسريحه في زمن قياسي وبأسباب ملفقة وتعلات كاذبة واعتذارات تنبئك بأن القوم هناك لا يفهمون من معنى الأمن والسلام وحقوق الإنسان إلا أمنهم هم وسلامهم هم وحقوق الإنسان الأبيض دون غيره من بقية الناس. ونحن هنا لا نقصد بطبيعة الحال الاسترسال في الحديث عن تناقضات الغرب أو البون الشاسع بين قوله وفعله، ولكن لنذكر بأن خادم الحرمين الشريفين الذي نجتمع لتكريم جلالته اليوم كان يملك رؤية استراتيجية دقيقة استطاع من خلالها أن يضع صناع القرار في الغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية، وذلك حين حذرهم منذ بضعة أيام خلت من أن هذا الإرهاب الذي يحسبونه محصورا داخل بلدان العرب سوف يطل برأسه القبيح في أوروبا بعد شهر وفي أمريكا بعد شهرين. وقد جاء هذا التحذير السعودي ليؤكد على تحذير مصري سابق أطلقه بدوره رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، ووجه من خلاله العالم إلى أن المنطقة العربية تشهد الآن تدميرا منظما في سوريا والعراق وليبيا. وقد آتى هذا التحذير العربي من قادة أكبر دولتين عربيتين، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، آتى أكله وثماره سريعا، حيث حدث تحول في التصدي لهذا الإرهاب السرطاني الذي تمدد في جزء من جسد الأمة العربية. وقررت أوروبا وأمريكا الاستجابة للتحذير السعودي المصري، وإن جاء التحرك الغربي من رحم الضرورات الخاصة والأغراض الشخصية، ولم يجئ للأسف الشديد من رحم المبادئ الإنسانية والأخلاق العامة. أيها الحفل الكريم، إن المآثر التي أسداها خادم الحرمين الشريفين لأمته العربية التي حمل همومها ونذر حياته للذود عن حرماتها وأنف أن يقبل فيها الدنية وأبى أن يتاجر بها في أسواق الاستعمار جديد أو يقبل فيها مساومة أو مفاصلة من أعداء يتربصون بها ويكيدون لها، أن هذه المآثر تتجاوز كثيرا حدود هذه الورقة مساحة وزمنا. وإذا كان ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقال، فإننا نشير هنا ولو من بعيد إلى بعض هذه المآثر التي تأتي في مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين، والتي تكلفت 25 مليار دولار، وزادت من طاقة استيعاب المسجد الحرام ل2 مصل و100,000 طائف في الساعة الواحدة، واستيعاب المسجد النبوي الشريف ل1,600,000 مصلي. وكذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي أنشأه خادم الحرمين
في المملكة حين كان وليا للعهد، وأيضا مبادرة الحوار بين أتباع الأديان وبين الثقافات، والذي انعقد في مدريد عام 2008، ثم مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات، والذي دشن في العاصمة النمساوية فيينا في العام الماضي. وهذا الإسهام الكبير بمبلغ 200 مليون دولار في تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عامي 2011 و2013، والمساعدات الإنسانية المالية الضخمة لإعمار غزة ومساعدة الشعب السوري والشعب العراقي. وقد كرم برنامج الغذاء العالمي جلالة الملك بمنحه جائزة البطل العالمي عام 2900 تقديرا لتبرعات جلالته السخية لمكافحة الجوع في العالم. وكل هذا قليل من كثير يضيق عن ذكره وتعداده المقام. وانطلاقا من قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة تتشرف مصر العربية وأزهرها الشريف بمنح الشهادة العالمية دكتوراه الأزهر الفخرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية، وأبقاه ذخرا وسندا للإسلام وللعرب والمسلمين. شكرا لحضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.